السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. صباح النشاط والتفاؤل، والنهارده يوم جديد مليان ترتيبات وتنظيم ومليان تحديات كمان. من أول ما صحيت قررت إن الأوضة بتاعتي لازم تبقى زي الفل، عشان صراحة كانت كأباني جدا اليومين اللي فاتوا، وكنت متضايقة ومتعصبة من شكلها. كنت كل ما احسها كده اقول ايه الخرابه دي؟ مش معقول يكون في ست قاعده في البيت يكون المنظر كده. بس برجع اقول لنفسي بسيطه، الحمد لله كل شيء هيتعمل. انا برضو بني ادم وبيتعب، واليومين اللي كان صالح فيهم تعبان الدنيا كلها اتبهدلت حواليا، لان في بني ادمين تاني كانت حواليا بتتحرك، البنات وباباهم اللي بيغير واللي بيلبس واللي بيلخبط دي، طبعا ما فيش حد بيعمل وراهم اول باول. فالحمد لله على كل حال. بدأنا قلنا بسم الله. بس طبعا يومي كان مليان مفاجآت ونور هيقطع، ودخلت المطبخ في عز الزحمه اللي انا فيها دي، وعارفه اللي هو انت خلاص تبقي ناويه تعملي حاجه وتجهزي نفسك للحاجه دي، فجأة تلاقي الوقت بيجري منك بسرعه، علشان كنت عايزه احضر فطار عشان الصيام، وعشان البنات كانوا عايزين كمان وقت الغدا بتاعهم، واللي عايز علاج واللي عايز مش عارف ايه. فكنت رايحه جايه رايحه جايه، ما كنتش عارفه اخد الحاجه الدايركت ورا بعضيها. يعني ما كنتش عارفه ان انا اعمل الاوضه كلها مره واحده، او ادخل المطبخ اخلص كل حاجه مره واحده. بس الحمد لله على كل حال، ربنا قدرني وخلي وخليكم معايا الفيديو للاخر ان شاء الله، هتشوفوا كل اللي حصل معايا كده، وربنا يسترها علينا وعليكم. اول حاجه بداتها طبعا زي ما انتم شفتوا معايا في الفيديو، ان انا دخلت على الاوضه بتاعتي، بدات ان انا الم الحاجه اللي تتلم، وطبقت الغسيل لان الغسيل صراحه بيعصبني. طبقت الغسيل ورصيته، وبصراحه لما بشوف الحاجات دي منظمه بحس براحه نفسيه كبيره. وطبعا المواعين مفيش مفر منها، المواعين لو اليوم ده كانت المواعين بايته عندي من امبارح، كان كام حاجه بايته من امبارح، بس ايه، البنات اكلوا حاجات ورايحين جايين في كده، فزادت المواعين اضعاف. فدخلت على المواعين قلت ايه، عشان قالوا لي رنوا عليا وقالوا لي الميه هتقطع، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم كده، لا اعمل المواعين الاول، واحضر تفاصيل كده تخص الاكل علشان اسوي على طول، وما يعني ما احسش بزحمه وان الدنيا تبوظ معايا اكتر ما هي بايظه. عشان لو النور قطع، الميه قطعت قصدي، في حاجات هقدر اعملها، لكن الميه مش هعرف اعمل مواعين من غير الميه. بس الحمد لله. دخلت المطبخ واعتمدت على الله اولا واخيرا، وقلت هخلص المواعين زي ما قلت لكم قبل كده، من الحاجات اللي مش بتكون آه، كتير مننا بيحبها. وانا من الناس اللي بتقول اعملي المواعين اول باول، مش بحب ان انا اكومها. بس ساعات بنكون خلاص تعبانه في الوقت ده، آه، طول اليوم شغل، طول اليوم بتلفي حول نفسك. فمعلش المواعين ملهاش مشاعر هتتاثر لو انت سبتيها. معلش المواعين مش هتنجرح لو انت طنشتيها النهارده. معلش، تعالي على نفسك علشان نفسك مش عشان حد. ما تخليش حاجه تيجي عليكي وتضغطك وتحسسك ان انت مقصره. انت تمام، انت ست الكل، انت قد الدنيا، قادره تلمي كل حاجه. انت بني ادم. انت كويس ان انت بتدي وقت لاولادك وتدي وقت لجوزك وتدي وقت لنفسك. اهم حاجه تدي وقت لنفسك. خدي وقت ان انت تهتمي بيها، حطي كريم، حطي مرطب، سرحي شعرك، خلي ريحته حلوه. استنيه ينشف وبعد كده لميه. البسي حاجه حلوه وحطي حاجه حلوه، وبعد ما تستحمي خدي ريسك، قولي لا انا مش هعمل حاجه زياده عن المشروب بتاعي وهطلع بره. بس حاولي قبل ده كله تكوني من البني ادمين اللي مش بتسيب الدنيا تتكركب مره واحده، الا لو في ظروف، ده يبقى ده ظرف طارق. لكن لو في العادي لا، الموضوع بيبقى اكبر من الطبيعي. لو ده العادي هتبقى كده الدنيا اعوذ بالله شبه الزريبه. لكن انا بحاول في المعتاد، انا امي مربينا على كده، الله يديها الصحه ويبارك لنا فيها يا رب. ان الست الشاطره حوضها يبقى وهي طالعه من المطبخ يبقى نظيف ما فيهوش معلقه، اول باول تخلص الحاجه اللي وراها. وفعلا ده مبدا اخدته انا واختي، احنا كنا شبه التوأم بالظبط، كنا بنتعلم كل حاجه سوا، وكنا واخدين كل حاجه بجد. لكن بنات دلوقتي واخده كل حاجه عادي، من لو ما عملتش امي هتعمل. احنا ما كناش بنستنى امي تقول نعمل ايه وما نعملش ايه. كنا بنتلاشى ان امي تزعق او ان هي تتعصب علينا. لكن البنات دلوقتي الام تزعق وتضرب وتشتم وتدعي، والله بيبقوا شبه الثلاجات او الفريزر حاجه كده. ربنا يهديهم ويصلح حالهم وينجينا من هذا الزمن، ويهدي اولادنا ويعيننا على تربيتهم يا رب. لان احنا بجد، انا والله من الناس القلقانه من الجيل ده. ساعات بضعف اقول ان انا مش هقدر اكمل، حاسه ان الموضوع كبير وصعب، بس بقول يا رب انت القادر على كل شيء. عيني وقويني يا رب، يا رب حق لا اله الا الله، قويني وقوي كل الامهات وعين كل الامهات. الموضوع صعب مش هين. النبي يا رب تربي لي ولادي وولاد المسلمين. عيني على توجيههم. احنا ما احنا الا بنوجه اولادنا اللي هو صح لا غلط، لكن التربيه دي رزق من عند ربنا. فاتمنى من الله ان ربنا يربي ولادنا ويهديهم. كل سنه وانتم طيبين. خلاص. ايام شعبان قرب يتقسم نصين،
وخلاص انت العد التنازلي هيبتدي. وبعد كده نخش على الايام المباركه، ربنا يجعل ايامكم هنا وسرور وسعاده وتفاؤل، ويكرمكم ويحرمكم ويرزقكم كل اللي تتمنوه. بتكلم كتير صح؟ بس انا بحب اتكلم معاكم جدا 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 جدا. صلى على النبي وحيد الله. هنا عملت ايه؟ هنا بعد ما خلصت المواعين بدات ان انا اقشر بطاطس. البطاطس دي انا بشويها، بحس ان هي بقت اخف. اي نعم بنوتي التانية مش بتاكلها، بس انا بحب اتلاشى الزيت والحاجات دي، لان هي مناعتها اساسا في الارض. علشان اللهم صل على النبي، هي بتاكل البطاطس دي وبحس ان بتتعب صدرها، حاسه بتشتغل عليها والكلام ده، فبتلاشى. هي مره مش هتاكلها، المره الجايه هتاكلها لما تلاقي مفيش غيرها ان شاء الله هتاكلها. فما نستسلمش للعيال واللي طلباتها اللي ما بتخلصش. المواعين خلصت الحمد لله، وكل حاجه بتخلص، مفيش حاجه ما بتخلصش. وحد والله واهدي. المواعين بتتغسل مره واتنين وتلاته. انا عن نفسي بغسل اكتر من 3-4 مرات في اليوم، ودي حاجه بنعملها كلنا كأمهات. ولا انتوا بتخلوا المواعين تعملوها اخر اليوم؟ والله بفكر في حكايه غسالة الاطباق، بسبب ان دراعي وجعني اليومين دول، بس انا ما عنديش مكان ليها. فبتمنى من ربنا انه يديني الشقه اللي اعمل فيها المطبخ الكبير اللي انا بحلم بيه، واعمل فيها، اجيب فيها غسالة الاطباق، واجيب فيها اير فراير، واجيب فيها بوتاجاز حلو، لان بوتاجازي يعني خلاص تحسوه كبر قوي في السن والله، يعني انا ضغط عليه الفتره دي. انا بشغل الفرن وهالكام من فوق، يعني هم 4 عينين، وانا برضو لو جبت واحده اجيب 4 عيون، بس هجيب بقى ايه احدث حاجه انضف. والغساله بتاعتي كمان عايزه تتغير. لا الحمد لله الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقوينا ويعيننا ويرزقنا ويوسع علينا ويكرمنا ونعمل كل حاجه. البطاطس دي انا بحط دهنه زيت في الطاسه، وبعد كده بحط البهارات اللي انا بحطها، اللي هي كركم وكزبره وكمون وفلفل اسود وجنزبيل وكركم. انا بحب ابهرها، وكمان رشه من الزعتر. صراحه انا بوحد الله. وعملت شويه مكرونه محمره. المكرونه دي كانت اقتراح ولادي. انا كنت هعمل شويه رز بس هم اقترحوا المكرونه. وكمان هحط معلقتين من الصلصه. صلى على النبي وحد الله. وربنا يطعمنا ما يحرمنا ويكرمنا وينجينا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. آه المكرونه كنت بحضر الاكل واركنه على جنب، علشان اللهم صل على النبي، زي ما قلت لكم الوقت ايه ما يسرقنيش واتلهي في اي حاجه وانسى المغرب وانسى ان انا صايمه وكده. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده بعد ما حطيت الاكل يستوي ودخلت، قلت خلاص هرجع للاوضه اكمل اللي انا هعمله. فتحت الدولاب وقلت بسم الله الرحمن الرحيم عشان ابدا ترتيب في الاوضه. يعني انا بحب ارتب الحاجات الداخليه الاول. يعني انا قلت هرتب الاول كده الدواليب، وارتب الملايات، لان كل حاجه مش في مكانها، فانا احط كل حاجه في مكانها علشان عناية تكون مرتاحه، ابقى عارفه انا رايحه اجيب حاجه من الدولاب، عارفه هجيبها منين في الرف اللي كام كده، وتكون منظمه. بحس براحه وبحس بارتياح نفسي كده داخلي وخارجي والله. فلا الموضوع بيفرق معايا انا، مش لازم يفرق مع حد تاني. هنا عيالي كانوا بيحركوا الستاند، الله يصلح حالهم ويهديهم. وعلى فكره فكره الترتيب دي خطوه مهمه جدا عشان نعرف بيها حاجات ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك، ايه الحاجات اللي بتستخدميها حاليا وايه اللي لا كده يعني. وانا برتب لقيت حاجات كتيره كنت ناسياها، يعني حاجات ذكريات وكده. اتمنى تكونوا بتستمتعوا بالفيديوهات وانكم بتقضوا اليوم معايا. هنا اليوم قطع وحرفيا حسيت ان اليوم باظ. انا كنت عايزه اعيط، يعني بدل ما انا كنت خلاص في حماس بقى، لكن قررت ان انا اكون اهدى واخد نفس عميق واكمل بهدوء ومفيش حاجه هتعطلني. نورت لكم الاضاءه عشان اوريكم ان النور قطع. وبعد كده دخلت على المطبخ عشان اشوف الاكل، والاكل الحمد لله كان استوى. والنور قاطع دخلت على البلكونه، طبقت الغسيل اللي كان على الحبل، ودخلته الاوضه عشان النور كان قاطع طبعا، فمعرفتش ارصه. وانا بغرف الاكل النور جه الحمد لله. والحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. الموضوع بيعدي على خير. يعني في ترتيبه هنا، طول ما انت واقفه رتبي، استغلي وقفتك. بس لما تحسي نفسك مش عارفه تعملي حاجه، اقفي اللحظه وخدي نفس بهدوء، قولي لا انا قادره اكمل. عملت بانيه وعملت بطاطس وعملت المكرونه وشويه شوربه عدس كده عشان تدفي، عشان البقايا كانت بردانه. فالحمد لله اكلوا. وبعد كده انا دخلت على المطبخ غسلت مواعين وعملت لهم شويه سحلب علشان يدفوهم، بس صلوحه كب الكوبايه بتاعتي، فانا زعلت قوي قوي قوي. شفت اللي هو كان في زيتونه كنت هموت عليها، انا كنت والله كنت عايزاها قوي. بس الحمد لله على كل حال. لميت الدنيا ورتبت، وبعد رتبت
لميت الدنيا ورتبتها، وبعد كده خليت العيال يغيروا هدومهم بعد ما شربوا السحلب، قعدنا شويه وبعد كده دخلتهم يناموا، ورجعت انا كملت الحاجات اللي انا بعملها. بحاول ان انا اقلل سكر، بس في حاجات هما بيشربوها فما اعرفش ان انا ايه لما اكون بشاركهم فيها ما اعرفش ان انا اظبطها كده يعني بالذات الحاجات دي اللي بتتحلى قبل متبقاش لطيفه لو اتحلت بعد، ما السكر او الحاجه دي مش هتدوب. الحمد لله المغرب اذن، والحمد لله انه قطع ورجع. انا اسفه، في شطه معموله في البيت، الشطه دي مخليها زوري مولع. الحمد لله. واديني بكمل والحمد لله، يعني رتبت شويه الحاجات اللي انا برتبها. اي نعم، مش ساعات مش بنسيطر على كل حاجه، بس نقدر نكمل الحاجات اللي احنا ناويين عليها واللي ربنا رايد ان يتعمل النهارده. الحمد لله الحمد لله على كل حال، ربنا يعيننا ويقوينا على كل حاجه بنعملها. هنا حضرت الكوبايات عشان اصب فيها. بحب ان انا ايه احط يعني الفتره الاخيره احط في حاجات شفافه. كنت في الاول بحب المجات الصيني والبورسلين والحاجات دي، لا بس بقى لي فتره مش عايزه الحاجات المتغطيه دي، عايزه اشوف الحاجه اللي انا بشربها. بس اوقات معينه بتبقى طالبه معايا المج الكبير اللي ابقى قاعده فيه، عارف لو انت بتحسي ان انت بتشربي هو مش راضي يخلص اصلا، لو انت هتخلص امتى، لو يبقى مأنسني في وحدتي. كنت يا لهوي عليا، كنت باجي بشرب بكميه مجات كبيره، كان كل اللي يشوف المج يقول لي هو ده هيخلص امتى؟ بس كتير عليك ومش كتير عليك، بقول لهم لا انا بحبه بيونسني في وحدتي، هو ساندوتش او فطيره معينه. يا لهوي، ده انا ليا ذكريات مع الشتا ده. كنت حامل في بنوتي الاولى، وكان جوزي دايما بيجيب لي مشروب كده كنت بعمله الصبح، كنت بشربه. وقتها كنت لوحدي فكان حرفيا بيونسني، لكن دلوقتي انا لو بشرب حاجه بشربها وانا واقفه علشان ما عنديش وقت او الرفاهيه ان انا اشربها وانا قاعده. بس الحمد لله الحمد لله على كل حال، ربنا يهديهم ويهديني. الحمد لله ربنا رضاني. انا اللي ما يعرفنيش، انا فضلت فتره كان نفسي ان انا ربنا يرزقني بالاطفال، والحمد لله ربنا اداني الاطفال، ودلوقتي بشد في شعري زي بقيه الستات. بس الحمد لله. والله كفايه بس انك تضميهم لحضنك، دي بالدنيا وبحاجات كتير بتهون عليك حاجات كتير. معلش على الكركبه عشان صالح جنبي مش عاتقني، مش عارفه اسجل منه حاجه، بس الحمد لله. انا قلت لازم انزل لكم الفيديو. هنا بعد ما انا كنت دخلت تاني بعد ما العيال ناموا، رجعت على الاوضه كملت الحاجات اللي كنت بعمل فيها، وانا برتب لقيت حاجات كتيره كنت شايلاها وكانت ذكريات. حاجات بتاعت رمضان في سنين معينه، حاجات ورق الاجندات اللي كان فيه حكم، حاجات كتيره كده كانت فعلا ذكريات. بس الحمد لله على كل حال، خلصت ورتبنا الدنيا وشويه. من وقت للتاني بنكون محتاجين ان احنا نرتب ونعيد ترتيب الحاجات اللي احنا بنستخدمها، عشان نشوف الحاجات اللي اتهلكت، الحاجات اللي احنا محتاجينها مش محتاجينها، وهكذا يعني. معلش ثانيه، صالح كان بيكسر في الريموت فاخدته منه ورجعت لكم تاني. صلى على النبي واحد الله كده ونذكر ربنا كتير، ربنا يرضينا ويهدي اولادنا واولاد المسلمين. صلى على النبي يا حبيبي. ايه ده بقى؟ لا هو مصر ان هو يعني يلخبط معايا حاجات كتير، يزن ويكسر ويخبط. انا سبته قلت شويه لعب كده يلعب بيهم ورحت بعيد عنه، بس هو مش راضي يسيبني. بالنسبه للتلعثم اللي في الفتره الاخيره بقى ملازمني، ده بسبب التوتر. انا توتر والنوم ملخبط وعصبيه. انا بحاول ان انا اشوف حل للموضوع، بس مش جايه التمارين او الحاجات اللي بيقولوا عليها انا مش عارفه اعملها. ناخد نفس ونقرأ بالراحة ونتكلم بهدوء ونتعصبش ومش عارفه انا مش عارفه اعمل المواضيع دي. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ تهدى شوية. ربنا يهديهم ويهدي اولادنا واولاد المسلمين. الحمد لله على كل حال، اليوم بيخلص و كل شيء بيخلص، بس احنا اللي بنعقد الامور وبنكركبها. انا عن نفسي كنت متضايقه ومتغاظه من الاوضه، وكنت قايله ان هي مش هتترتب ولا هتخلص، بس كل شيء بيخلص وكل شيء بيترتب. اي نعم. ساعات ما بنعرفش نظبطها، بالذات في وجود صالح وفي وجود اللي في سنه، يعني سنه واللي اقل شويه واللي اكبر شويه. الموضوع هنا بيبقى موتر شويتين ثلاثه، بس الحمد لله الحمد لله بتيسير من ربنا الموضوع كله بيمشي وبيعدي. انا اسفه على الصوت، بس احنا بقينا اهل دلوقتي، فانا اظن ان انتوا متفاهمين يعني ايه في بيبي مش راضي يسمح باي حاجه تحصل غير اللي هو عايزها، ان هو يتشال ويلعب يعني بص هو عايزنا زغزغه واشيل فيه واحدفه لفوق بقى وانطط بقى. يلا ربنا يهديه. فزي ما قلت لكم صلوا على النبي كتير وحدوا الله، واستفيدي من الوقت اللي بتقضيه ان انت تكوني ايه بتستغفري
بتوحدي الله، بتحمدي ربنا على كل حاجة. استغلوا أوقاتكم، ولو عندك مشكلة حاولي تعالجيها بالراحة وبهدوء. يعني أنا علشان بيكون عندي تصوير أو بيكون عندي مونتاج وحاجات كده، ما بيكونش عندي الوقت الفاضي شوية إن أنا أظبط حاجة، أعمل التمارين اللي قالوا لي عليها وكده. لأن صالح ما شاء الله ما شاء الله بينام نوم الخفافيش، نوم غمض عينه ومفتح عين، ده مش عارفة أنا أتصرف في حاجات كتيرة بسببه. بس هيعدي، كل شيء هيخلص وكل شيء هيعدي وهتهون، ربنا يهونها والسن ده يعدي، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله الحمد لله دايما وأبدا. بحب الذكريات، بتفكرني بأيام عدت كان فيها البال خالي، والموضوع كان أبسط وأسهل، وأنا ما كنتش شايلة المسؤولية زي دلوقتي، ولا كنت عارفة لو انت ما كنتش بمعنى أصح، كنت مش حاسة لما حد يشكي لي حاجة بسيطة معلش ما تضغطيش على نفسك، ايه يعني. انا فاكرة سلفتي لما كانت بتيجي تقعد تحكي لي او اشوفها بتزعق او تتعصب على عيالها، اقول لها لا 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 بلاش كده، انا اللي بيبقى معايا اولاد مش هعمل كده خالص، لا 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 لا. انا دلوقتي بعمل اكتر واكتر من اللي هي كانت بتعمله، بس الحمد لله على كل حال. هنا كنت بشوف ايه اللي في الادراج انا عايزاه وايه انا مش عايزاه. الادراج دي لما حاجات يا لهوي، كل اللي مش عايز حاجه بيحطها هنا، فرشه، زيت، لمبه، اي حاجه تتخيلوا ما تتخيلوش اللي هو في الادراج. فانا عملت فرز شامل وكامل وكل حاجه، اي حاجه بالعلب بتاعتها رميت العلب عشان كركبه الدنيا زحمه، ولميت الحاجه بتاعتي في الادراج، الكريمات يعني الحاجات اللي انا بستخدمها استخدام شخصي، ورتبتها الاستخدامات اليوميه غير الاستخدامات اللي كل فتره، غير المراهم والحاجات بتاعت الجروح والكلام من ده. لان الموضوع بيبقى لما بتبقي محتاجه حاجه ما بتلاقيش بتتعصبي، لو انت مرتبه الدنيا بس انت ما لقيتيش حاجه من اللي انت عايزاها. فلا انا بحاول ان انا طول ما المكان ده بالذات انا عارفه ان انا لوحدي اللي هستخدمه، بيكون لا تمام ماشي جدا حلو، وانا بس اللي هعرف اتعامل فيه. فصلوا على النبي كتير، وحدوا الله، واستعينوا بقضاء حوائجكم بذكر الله والصلاة على النبي، وحدوا الله كتير، وربنا يرضيكم ويرضى عنكم، وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير. الفيديو هينزل لكم ليلة النصف من شعبان، فما تنسونيش بدعوة حلوة في اليوم ده، وربنا يديكم ويرضيكم ويطعمكم ما يحرمكم من لذة الطاعة وكرم وفضله ورحمته، يا رب يرحمنا برحمته يا رب. فالموضوع ما بيخلصش عند حاجة معينة. انا عملت الأوضة دي، لسه قاعد لي الأوضة بتاعت البنات، ولسه قاعد لي المطبخ، والحمام انا ايه اللي هاخده في سكتي كده، بس مش عارفه اخده في سكتي خالص. انا بدخل استحمى وانا بجري والله العظيم، عشان بيكون صالح بيعيط، ومؤخرا ما بقيش يرضى يسكت مع حد، فانا ما بقيتش عارفه ان انا اسيبه وانا مطمنه علشان ما يعملش حاجه في نفسه. والله العيال ما يعني ملهاش امان، فما تسيبوش ولادكم وتتكلوا ان هم لا ساكتين او ملهيين في لعبه. الفيديو هيكون ان شاء الله مليان حاجات وممتع، ويا رب يكون فيه طاقه ايجابيه حتى وتشجعكم حتى لو شويه صغيرين. اتمنى من الله انه يخليكم تستعدوا كده وتقوموا تظبطوا دنيتكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، وتكونوا حبيتوا الفيديوهات بتاعتي، والفيديوهات بسيطة للتنظيف والتنظيم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وتشوفوا ان شاء الله كل الفيديوهات الجاية بإذن الله، وربنا يرضيكم ويرضى عنكم. واخيرا الحمد لله اليوم كده بالنسبة لي في التصوير كان خلص، صحيح كان فيه تعب كتير لكن كان مليان بالانجازات. انا انجزت الاوضه وده كان بالنسبه لي انجاز الحمد لله، وغسلت مواعين مرارا وتكرارا، وعملت انا وصالح ولعبت انا والعيال وعملنا السحلب وكبينا السحلب، والحمد لله تفاصيل ما بتخلصش. بس بحاول اسيب لو كل يوم ذكرى حلوه مع العيال انا استمتع بيها اكتر منهم، او انا استمتع بالوقت ده اكتر ما هم هيستمتعوا بيه. الحمد لله دائما وابدا الحمد لله. لو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لي بتحبوا تلاقوا حاجات قديمه زي دي ولا لا، مين فيكم بيعاني من انقطاع النور الفتره دي، رجعنا تاني زي الصيف. والحمد لله الفيديو كده يكون خلص. ما تنسوش تقولوا لي رايكم. سلام.